صباحكم ورد حبايب قلبي. تعالوا بقى معايا اقول لكم ازاي تعملوا رز الصيادية ويطلع معاكم مفلفل وتحفة وقمر كده وباللون الخطير ده من غير ما تحرقوا البصلة. عملت جنبه شوية سمك كده. تابعوا الفيديو للاخر وهتعرفوا كل التبس والتريكس اللي تخلي لك الرز قمر والطعم حكاية. لو كان بيعجن معاكي، لو ما ظبطش معاكي قبل كده وكان هو مشكلتك في كل مره، عشان عارفه انه بيعمل مشاكل لناس كتير، معرفش ليه مع انه سهل وبسيط جدا. تابعي معايا الفيديو وهتتبسطي وبصي هتشكريني، عمره ما يبوظ معاكي تاني. بس اهم حاجه تابعي التفاصيل. انا هنا معايا حبه زيت حلوين، حوالي ربع كوبايه زيت. ايوه ربع، ما تستكتريش. رز الصياديه عشان يطلع مظبوط لازم تكتري فيه الزيت. بصلايه فرماها او ممكن تقطعيها بس صغير قوي. التركه بقى في التابل ده رشه قرفه، طعمها ما بيبانش تماما تماما، بس بيغنيكي رشة القرفة ان بيديكي لون لرز الصيادية حلو جدا من غير ما تحرقي البصلة بتاعتك. يعني احنا بنحب الرز بتاع السمك عامة يبقى لونه بني كده شوية، بس برضو ايه حرق السمك، البصلة بتاعتنا لما بتتحرق بتدي طعم مش لطيف. فالقرفة بتعمل المعادلة البسيطة دي، بتخلي البصلة بتاعتي لونها بني وفي نفس الوقت ما بتبقاش محروقة، بتدي ايه يعني بتدبل بس. وبنزل بكوبايتين ونص من الرز، انتي على حسب الكمية اللي هتعمليها مش هتفرق. انا كان معايا بصلاية كبيرة حلوة، احنا بنحب البصل كتير في الرز الصياديه. انت ممكن تعملي بصلايه صغيره، بس زي ما بقولك لو بتحبي البصل كتير هو بيطعمه بصراحه. اعملي بصلايه كبيره. واول ما تتشوح كده انا بنزل عليها برضو برشه سكر مع القرفه، تدي طعم جنان. بنزل عليها بكوبايتين ونص من الرز المصري المغسول، وبحط زيهم كوبايتين ونص من الميه المغليه. مقدار الرز نفسه هو مقدار الميه المغليه بتاعتك، عشان يطلع معاكي مفلفل وجميل وما يبقاش معجن، عشان عارفه ان هو عجن معاكي كتير قبل كده. صدقيني لو جربتي الوصفه بتاعتي هيعجبك جدا. اقعدي قلبي فيه كده. انا عايزاه برضو ايه ياخد تشويحه كده من طعم البصل ورشه السكر ورشه القرفه، ما بتبانش تماما، هي بتدي لون بس البصله بتبقى متكرمله كده شويه، بتبقى خطيره. هنزل هنا بكوبايتين ونص من المية المغلية اول ما الرز ما يتشوح معايا. هديلهم تقليبة كده حلوة، ما تخافيش مش هيعجن منك الرز. انا بقى هو رز الصيادية ما بيحبش توابل، ملهوش في التوابل تماما، ولا سبع بهارات ولا اي حاجة. احنا كل اللي بنحطه في رز الصيادية رشة كمون، رشة فلفل اسمر، وطبعا ملحي الرز بتاعك. دي اهم حاجة انك تعدلي، خلي بالك عشان الملح فيه بيبقى ظاهر جدا غير الرز العادي. ففي الاول حطي حبة صغيرين ملح، وبعد كده دوقيه، لو احتاج تاني كتري عادي براحتك. انا حطيت نص معلقة كبيرة ملح، رشة كمون ورشة فلفل اسمر. عفوا بقى عن النعناع اللي باين ده، بس ده موسم النعناع بقى، وايه بيبقى اخضر كده وفريش قمر. مفيش بيت مصر بيخلى من النعناع في الصيف. النعناع والبطيخ معروفة. هنا بقى انا هسيبه على نار عالية لحد ما يتشرب ميته كلها. انا عايزة اوريكم برضو كل التفاصيل. اول ما يتشرب ميته كلها، انا هنا كنت بعمل لي كوبايه شاي بصراحه، وانا بعمله لازم تحضروا معايا كل حاجه بعملها. واول ما تشرب ميته كلها كده هوطي عليه النار خالص وهغطيه. بصوا طالع معايا تحفه وخطير ازاي. بصوا مفلفل وهمي. دي احلى واسهل طريقه رز صياديه واظبط طريقه رز صياديه ممكن تعمليه. عمره ما هيعجن معاكي وعمره ما هيكلكع معاكي ولا الكلام ده. مفلفل وتحفه والطعم حكايه.
وبالهنا والشفا على قلوبكم. انا عملت معاه شويه سمك كده، لو عايزين طريقته قولوا لي في كومنتات انزله لكم. تنسوش تدعموني. معاكم اختكم هاله، لايك وشير واشتراك القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بنزله. باي باي حبايب قلبي.